السلام عليكم، اهلا بيكم، رمضان كريم عليكم جميعا. هنعمل النهارده مع بعض الحمام المحشي بطريقه ان شاء الله هتكون سهله قوي. اللي بيشوف قناتي لاول مره انا سيام ابراهيم، ما تنسوش تنزلوا تدوسوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وتابعوا معايا الفيديو وان عجبكم ما تنسوش اللايك. هنشوف مع بعض ازاي نحشي الحمام من غير ما يفك مننا، من غير ما نربطه، من غير ما نعمل اي حاجه من الحاجات دي خالص. هنحشيه بمنتهى السهوله، ولا هيفرقع معانا ولا الكلام ده. بصوا كده جماله وهو طالع، وكمان هنحمره يكون لونه موحد ان شاء الله. بعد الفيديو ده لو اول مره تعملي الحمام هتعمليه بطريقه احترافيه جدا، وهيشرفك في اي عزومه وقدام اي حد. تابعوا معايا الفيديو، خلونا نشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه هنجيب الحمام ونغسله كويس جدا، وبعد كده هنجهز خليط النقع عباره عن ميه وملح ودقيق، وكمان حوالي معلقتين كبار من عصير الليمون. اي حاجه خايفين من الزفاره بتاعتها هنقدر نعمل خليط النقع ده وهتقضي على الزفاره تماما. هنسيبه بقى في الخليط ده حوالي 10 دقايق. فايدة الخليط ده ان هو هيخلينا نتخلص من اي زفارة فيه، كمان هيخلينا اللحم جوسي اكتر وحلو قوي باذن الله. بعد مرور 10 دقايق هنغسله كويس جدا ونتخلص من اي شوائب فيه، نغسله كذا مرة ونشطفه كويس قوي، كمان نصفيه كويس جدا، وبعد كده ننشفه كويس قوي ونتأكد ان هو مفيهوش مية تماما. هنبدأ ان احنا نجهز التتبيلة بتاعته. هيكون معانا بصل شرايح وليمون شرايح، كمان هنضيف لهم ملح وفلفل اسمر، وهنبدا بس يعني تقليبه كده بسيطه فيهم، ونبدا بقى ان احنا نتبل الحمام بيها من بره ومن جوه. التتبيله دي بتفرق في الطعم جدا وفي الريحه، بتخلي لنا كمان الشوربه بتاعه الحمام مميزه قوي وليها طعم مميز كده. بس الاول نتاكد اني انا فصلت الجلد كده عن عظم البطن، يعني بيتفصل سهل قوي، نمشي صوابعنا كده ما بين العظم والجلد وهي هتنفصل على طول. اهو حبيت اوريك واحده كمان. احنا بنسلك بالشكل ده كده واحده واحده لحد ما نطلع للرقبه فوق. هنسيبهم في التتبيله دي شويه كده، ممكن ساعه او ساعتين لو في وقت معانا. لو مفيش وقت نسيبها على ما نحضر الحشو. دلوقتي هنحضر الحشوة بتاعة الحمام. هنحط معلقتين كبار من السمنة، كمان عليهم معلقتين من الزيت. هننزل ببصلة متقطعة بالشكل ده كده، مش مفرومة. البصل المتقطع كده بيكون ليه طعم احلى في الحشوة. هنشوحه بس مجرد ان هو يدبل لونه شوية اهو بالشكل ده، وهنضيف عليه القوانص الاول لانها بتاخد وقت في السوا اكتر من الكبدة. نشوحها بسيط كده مع البصل. هنفضل نقلبها شوية لحد ما لونها يفتح القوانص معانا بالشكل ده كده. تمام. هبدأ اضيف عليها الكبدة واقلبها برضو شوية. نضيف عليهم معلقة من الفلفل الاسمر ومعلقة من الملح، كمان حوالي نص معلقة من الكاري بيدي ريحة وطعم حلو قوي، وربع معلقة من القرفة، وربع معلقة جنزبيل، وهنا بهارات مطحونة ويكون اساسي فيها ورق لورا وحبهان. كمان هنضيف معلقة صغيرة من جوز الطيب، تخلي ريحة حلوة قوي، وطعم الكبد كده طعمه جميل جدا. هيكون معانا كمان كوبايتين رز مغسولين ومتصفيين كويس جدا، وهبدأ اشوحهم حلوة قوي مع الكبد والقوانص. هنزل بقى عليهم بحوالي نص كوباية من المية، يعني ما غطيش الرز تماما بالمية، لا يعني اخلي بس مجرد ان انا بشربه بالمية كده. طيب هنا بقى لو حابين نعمل الحشوة بالفريك،
هنضيف برضو الكبد والقوانص ونشوحها عادي خالص، وهنضيف الفريك بالمنظر ده على البصل بالكبد والقوانص ونشوحهم، وننزل على حسب كمية الفريك، مجرد ان انا بس بشربه بشوية مية عشان ما ياخدش سوا معايا جوه الحمام ويكون ني او حاجة. هنسيبهم بقى الرز والفريك 10 دقايق على النار، وبعد كده هبردهم خالص، ما تكونش سخنة عشان الحمام ما يفرقعش معانا. وهبدأ بقى احشي كده البطن، وكمان ما بين الجلد والعظم بتاع البطن بالشكل ده، بس احاول احشي في الجوانب مش عند العظمة اللي في النص. تمام. كمان هحشي من الرقبة، ما كبس الرز قوي عشان ما ياخدش سوا ويكون ني معايا. هحاول وانا بحشي من عند الرقبه خصوصا ما اوصلش الرز للاخر خالص، عشان احنا زي ما قلت لكم مش هنربطها ومش هنخيطها ولا الكلام ده. بصوا كده اكننا بنحشي ممبار بالظبط، بنسيب نهايته ما فيهاش رز، ونبدا ان احنا نفرد الرز جواها بالشكل ده كده. بصوا زي ما انتوا شايفين، ونرجع كمان الاجنحه بتاعتها ورا كده، ده بيخلي شكلها حلو جدا. بصوا انا بفرد الرز قدامكم ازاي. تمام، بقت جاهزه معانا. كمان هنحشي الفريك بنفس الطريقه، طبعا ده للناس اللي بتحب فريك، عملت لكم بالفريك وبالرز عشان يكون كل حاجه واضحه قدامكم. اهم حاجه ان احنا ما نسيبش على الحمامه من بره ولا فريك ولا رز، ننضفها تماما عشان طبعا الشوربه بتاعتنا في الاخر تطلع جميله قوي. بعد ما خلصنا حشو الحمام كله بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، وزي ما قلت لكم ما تملوش رز قوي او فريك عشان يستوي معاكم كويس. هنكون حاطين حله فيها ميه على النار بتغلي، وانزل بالحمام فيها بالمنظر ده. نخلي الميه مغطيه الحمام كله بالشكل ده كده. هبدأ بقى اضيف الحاجات الجميلة اللي هتخلي لنا شوربة حلوة جدا للحمام. هنضيف بصلة مقطعة نصين بالشكل ده، وطماطم، وكمان جزر. الجزر بيخلي لون الشوربة حلو جدا، وطعم الشوربة كمان بيكون حلو قوي. هنضيف بقى ورق لورا ومكعب مرق الدجاج وملح وفلفل وحبهان. طبعا احنا ضايفين البهارات كفاية قوي في خلطة الرز او الفريك، فما نزودش قوي بهارات عشان طعم الشوربة ما يتغيرش. هيكون عدى حوالي نص ساعة، الحمام استوى بالشكل ده كده، مفيش ولا واحدة فيهم ولا فتحت ولا فرقعت، وبصوا ولا خيطناها ولا اي حاجة. ما شاء الله شكله حلو جدا. كمان الشوربة شكلها حلو قوي، بصوا جمالها عاملة ازاي بجد. ان شاء الله هتطلع معاكم احلى شوربة. بعد ما نخرج الحمام نحطه على جنب يتصفى خالص حوالي نص ساعة، وبعديهم هنبدأ بقى نجيب طاسة نحط فيها معلقتين كبار من السمنة زيت شوية كويسين مش قليل يعني بالشكل ده كده. كمية الزيت لما تكتر شوية ده هيخلينا لون الحمام موحد، غير لما احط كمية اقل. واول ما تبدا تحمر من تحت كده نبدا ان احنا نقلبها في كل الاتجاهات لحد ما نوصل للون موحد ذهبي بالشكل اللي قدامكم ده. في ناس ممكن تدخل الحمام الفرن، ممكن ندهنه سمنه او معلقه صلصه وندخله الفرن، بس بصراحه الطريقه الاصليه للحمام هي التحمير بالشكل ده، بيكون ليه طعم كده وريحه الحمام المميزه. خلاص كده بقى جاهز معانا، بجد شكله تحفة، ريحته جميلة جدا. طعم الخلطة كمان كان فيه روعة. ان شاء الله تجربوه بطريقتي ويعجبكم الطريقة بإذن الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، واللي بيشوف قناتي لأول مرة ينزل ويدوس اشتراك وينورني ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ورمضان كريم عليكم جميعا. اشوفكم على خير في فيديو جاي، مع السلامة.